السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معانا بقى البطل الفيديو النهارده البطاطس. عايزين نعرف سر قرمشة البطاطس يا حبايب قلبي. الله الله الله، طبعا على طبق السلطة الجميل المغذي الحلو دوت اللي فيه كل القيمة الغذائية كل الفيتامينات والكلام ده كله. وطبعا طبق الكبد والقوانص الجميل الحلو ده كله. لو انتوا عايزين تعرفوا السلطة والكبد والقوانص تتعملوا ازاي هحط لكم في صندوق الوصف كل الطرق اللي انا عملتها معاكم قبل كده للكبد والقوانص. والرز بالخلطه بتاع كبد القوانص برضو والسلطه. البطاطس قشرتها وغسلتها وقطعتها، وبعدين تحطي ملح وميه وخل. هما ده بقى السر، ميه وملح وخل لمدة نص ساعة أكتر براحتك يعني، بس على الأقل نص ساعة. زيت نضيف كده في الحلة، وأول ما يسخن تحطي بقى إيه البطاطس الجميلة بتاعتك. يبقى سر البطاطس المقرمشه الجميله الميه والملح والخل، وتنقعيهم فيها شويه شويه على قد ما تقدري. يعني مثلا اعملي قبل ما تاكلي بساعه بساعتين، لو عندك وقت حطي الوقت اللي عندك يا حبيبه قلبي. يعني انا بعمله وبركنه في الميه والملح والخل، وممكن ابيته في التلاجة كمان. لو انا مثلا عملت جزء النهارده واتبقى جزء في الميه والخل بتاعته والملح بخليهم لتاني يوم. بس اهم حاجه الملح ما يبقاش كتير قوي عشان على تاني يوم ما يحدقش، فاهمين؟ شويه كبد وقوانص جميله وحلوه هحطها لكم في صندوق الوصف بكذا طريقه وكذا ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. عاملاها معاكم بالفريك طواجن وبالفلفل الالوان، بس المره دي ما كانش عندي فعملتها فلفل اخضر. طبعا الفلفل الالوان بيدي قيمه غذائيه اعلى، لان الفلفل الحلو الفلفل الحلو يعني بيبقى يعني حلو للمناعة، اللي هو الأحمر والأصفر حلو للمناعة والكلام ده كله. عملتها معاكم برضو، حشيت بيها البط مع الفريك وحشيت بيها الزغاليل. بس طبعا الفيديو النهارده مش عشانه، بس عشان كده انا هحط لكم صندوق هحط لكم في صندوق اسفل الوصف عشان خاطر ايه. يعني لو انتوا حابين ترجعوا لها. انا حابه يعني انا بقول بس عشان طبعا في ناس زي حالاتي كده بيبقى عندهم الفضول هي الحله اللي على جنب دي فيها ايه، فحبيت اقول لكم ان هي كبد وقوانص. بصوا الله الله الله، بصوا لونها ذهبي وجميله ازاي ومقرمشه، يا سلام يا سلام. ممكن بقى ما تحطيش، لو انت مش عايزه تحطي ملح كتير حطي حبه قليلين مع الخل والميه. ولما تطلعيهم زي كده، الله بقى لما تجيبي التوابل بتاعت البطاطس، بقى في توابل كده مخصوص عند السوبر ماركت بتبقى في اكياس كده زي الفيجيتار مخصوص للبطاطس، بترشي رشه عليها كده طعمه وجميله. انا عندي اولادي بيحبوه على طول وبيحبوا يرشوها على البطاطس كدوها كده كطعم كده اكنك مشتريها من بره جاهزه او اكنك في احلى مطعم. طبعا لو انتي مستعجله بقى وما نقعتيهاش، ببقى حاطه انا بقى ايه، في الملاحه على جنب كده رشه ملح وشطه وكركم حلو قوي لالتهابات الكركم. فبحط يعني التوليفه دي بقى للبطاطس بقى، ان لما اطلع البطاطس كده اهوت وكون مستعجله عليها ومش حاطه لها ملح او محتاجه لها شويه ملح، ببقى حاطه عليها ملح وكمون وشطه وكركم. بصوا بسم الله ما شاء الله، دي الحطه التانية. بصوا مشخليله ازاي وجميله ازاي. كنا مستعجلين بقى، طفينا على الكبد والقوانص وكنا مستعجلين، فاللي كان حابب ياكل قبل ما يروح الدروس ايه حطيت له. وزي ما انتم شايفين بنقمر العيش. بسم الله ما شاء الله، احلى بطاطس وطريقه سهله وبسيطه ومفيش اسهل ولا ابسط ولا احلى من كده. الف هنا وشوف على قلوبكم.